بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. أخبار نادي الزمالك. الزمالك يلعب من أجل الفوز، الزمالك يلعب من أجل الثلاث نقاط. حضور الجماهير مهم جدا 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 بعد غيابهم 3 مباريات متتالية. دي بعض تصريحات جوزيه بوسيريو المدير الفني لفريق الزمالك في المؤتمر الصحفي اللي عقده، اللي هو اعتاد ان هو يعقده قبل اي مباراة. الراجل اتكلم ان المواجهة مهمة جدا، مواجهة صعبة، ولكن في نفس الوقت قال ان في روح كبيره جدا للعيبه، انه بيثق فيهم وبيثق في امكانياتهم، وان هو بيجهز الخطه المناسبه اللي تتناسب مع كل مباراه. والزمالك سيلعب من اجل الفوز، من اجل الفوز ب3 نقاط وليس اي شيء اخر. واني في المعسكر هو لامس وحاسس بروح اللعيبه الموجوده، الروح القتاليه العاليه. يمكن في جلسات او في جلسه تمت امبارح ما بين اللعيبه وبعضيها، شيكابالا، عبد الله السعيد، الونش، وعمليه تحفيز، وان هم ان شاء الله باذن الله لازم يسعدوا الجماهير الوفيه اللي هي موجوده. يمكن الحاجه طبعا اللي زعلانه كلنا موضوع ناصر منسي. ناصر منسي مش موجود، ناصر منسي خارج معسكر لقاء القمه، مش موجود اصلا في المعسكر. فالاسطوره هيغيب عن لقاء القمه بسبب الإصابة، بالإضافة برضك لمحمود جهاد نفس الشيء. لكن بقية اللعيبة كلهم جاهزين، زيزو جاهز، كله جاهز الحمد لله لهذه المباراة. اللعيبة مش مركزة في اللي بيحصل على السوشيال ميديا، مش ملاحظة في الإشاعات اللي بتتردد من الجانب الآخر اللي بتحاول إن هي تشتت تركيزهم. هم مركزين في المباراة كويس أوي أوي أوي. الراجل مركز برضك، الراجل يمكن يعني عمل كذا قعدة مع الجهاز المعاون أيمن عبد العزيز والموجودين معاهم، واتفرجوا على مباريات الأهلي الأخيرة. والراجل يعني حط إيده على نقاط القوة والضعف زي ما بيقولوا، وهيلعب بالخطة والطريقة المناسبة. وإن كان الأقرب طبعا إن هو هيلعب بنفس الطريقة اللي لعب بيها في الدور الأول، بوجود 3 مدافعين: صلاح مصدق والونش وصلاح مصدق والونش وحسام عبد المجيد. بالنسبة لي طبعا مصطفى شلبي برضك هو خارج المعسكر. يعني طبعا مصطفى شلبي يا جماعة، يعني حتى لو مصطفى يعني مش موفق أو كده، الهجوم عليه بالطريقة دي مش ممكن يكون من جمهور الزمالك بالطريقة دي. يعني مش ممكن واحدة تطلع كده تقعد تقول لك احنا بيجيلنا الضغط وبيجيلنا السكر وبيجيلنا، مش وقته، مش وقته خالص يعني. مش وقت انت تتكلمي عن اللعيب بالطريقة دي يعني، وانت بتقولي انت زملكاوية يعني. ايه ده؟ هو انت بتمشي تبع الموجه يعني عشان الجمهور زعلان منه تخش تتكلمي بالطريقه دي؟ الضغط وجبت لنا وبتاع ومش عارف ايه. الناس دي طلعت لنا منين؟ يعني حاجه غريبه والله، يعني ان تهاجم اللعيب بالطريقه دي، حتى لو لعيبه يعني، حتى لو هو وحش هاجمه بالطريقه دي ليه يعني؟ ماشي، انت مش عاجبك مصطفى شلبي، لكن ما انت ما تقعدش بقى بيجي لنا الضغط والسكر والناس بتغمى عليها والناس مش عارف ايه والناس يعني اسلوب غير لائق، واسلوب مش يعني ما بنشوفناش حد مثلا من جمهور الاهلي بيطلع يتكلم على، طلعوا مثلا يتكلموا على اكرم توفيق كده مثلا، وان هو عارفين انه هيمشي وبتاع مش عارف ايه. ماشي، مصطفى مش موفق، لكن ما وصلش الهجوم كده. وفي نفس الوقت هو طبعا مصطفى غلط ان هو اعترض على التغيير، بس هو ربما اكيد بيواجه ضغط كبير يعني. الهجوم اللي عليه في الفتره الاخيره دي مخرجه تماما يعني عن تركيزه يعني. لكن احنا ننتقد اللعيب في اللعب بتاعه، لكن ما نقولش بقى بيجي لنا الضغط وبيجي لنا السكر وفرحه وبتاع. وللاسف الشديد ان في بعض نجوم الزمالك القدامى برضك يعني بيكتبوا نفس الكلام، يعني يقول لك احسن خبر سمعناه يعني. يعني مش دي طريقه يعني، مش دي طريقه خالص يعني. نرجع تاني، طبعا الاسطوره يغيب، الاسطوره مشكله يعني دي. لكن طبعا هيبقى في التشكيل، هيبقى في مفاجاه في التشكيل. في طبعا لعيب من الموجودين هي ان شاء الله هيشارك مكان مصطفى شلبي. الراجل خلاص استقر على بديل مصطفى شلبي في هذه المباراة. زيزو جاهز، الجزيري جاهز، عبد الله السعيد جاهز، دونجا جاهز، محمد حمدي جاهز. كله الحمد لله، وفي حالة من التفاؤل للجميع. يبقى أن يكون لاعبي الزمالك على قدر المسؤولية، واحنا واثقين فيهم، واثقين هم على قدر المسؤولية، واثقين ان هم ان شاء الله باذن الله هيقدموا لنا مباراة قوية زي ما عودونا، ويفوزوا على النادي الاهلي ويقربوا بقى من القمة وينافسوا على القمة تاني. ويعني ربنا يوفق باذن الله تعالى. يا رب يا رب يا رب، قولوا معنا يا رب يا رب.